مثلا في هذه الحلقة غادي نشوفوا من بعد ما نورهان غادي تدفن السيد يوسف هي والزوج ديالها وبنتها. غادي نشوفوا محمود اللي غادي يمشي باش يتعرف على بنته، وغادي يقدموا له ينسون بلاصه بهار. وهنا غتجي بهار وغيشوف الشبه بينها وبين الحبيبه ديالو الله يرحمها، وغتكون واحد الصدمه قويه. في البدايه غادي نشوفوا من بعد ما قال لهم غادي نجيب بنتي لهنايا، غادي نشوفوا الزوجه ديالو غادي تنوض يطلع ليها الدم، وحتى من الاخت ديالو قالت لماماها واش عجبك هذا الشيء اللي كيدير ولدك، واش غيجيب وحده قليله الحياه يدخلها لينا لهاد الدار. وغادي نشوفوا ينسون بعد ما سالات العلاقه مع ايمن غادي تمشي عند الاخت ديالها بهار وكانهم ما دايرين حتى شي حاجه، وبهار وغادي على نشوفوا نيتها بهار على مسكينه نيتها ثقه مسكينه ما فيهم عرفاش على انهم بالعلاقه اللي اصدقاء. بين الحبيب ديالها والاخت ديالها. هنا من بعد ما ضحكت عليهم واحد شويه غادي تمشي ينسون وغادي تخلي بهار والحبيب ديالها ايمن مع بعضياتهم. من بعد غادي نشوفوا الزوجه ديال محمود كانت جالسه وجات عندها الاخت ديال محمود، قالت لها ما تقلقيش، قالت لها علاش لي ما نتقلقش، كنت كنتسنى النهار اللي بغينا فيه وكنقول غير نسيه في الحبيبه ديالو. نهار بلاتي تقرب مني وحاول ينساها، ها هي طلعت عندها بنت منها وغيجيبها لهاد الدار، غادي يبقى يتذكرها دائما، غيبقى يشوف بنته هي الحبيبه ديالو. قالت لها الاخت ديال محمود غير ثقي بيا على الجثه ديالي الا دخلت لهاد الدار، وما غاديش تكون تحمل الاسم ديال عائلتي، وانا كنواعدك بهذا الشيء. هنا محمود جالس هو ويانس تيقول له شتهم تعطلوا، ياك ما بغاش تجي معاه، ياك ما قالت له هذا هو بابا، ياك ما قالت لي انا ما باغاش نشوف واسمح فيا. بقى كيدير بزاف التساؤلات، ويانس بقى غير كيشوف فيه ودارس الخطه شنو غادي يدير ليه. هاد يانس كما كنعرفوا السي محمود دايروا الامير يدو اليمنى، ولكن هو راه الغدار الكبير. من بعد غادي نشوفوا ينسون من خلت الاخت ديالها والحبيب ديالها جايه كتجري، دخلت البيت الخزين ديالهم هي تخبي داك البراسلي اللي كانت سرقت، وكنشوفوا عندها الذهب بزاف ديجا سرقت البراسليات من قبل. وغادي تخرج ولكن ما غاديش تشوف الجثه باللي راها محطوطه حتى هي غير تما ملفوفه بالزربيه. هنا غادي تكون الياس هو والزوجه ديالو جالسين، وتجي بنتهم قالت لها على السلامه بنتي واش فيك الجوع، قالت لها لا ماما. وهي نسون غادي تلاحظ بلي الزربيه ما كايناش، قالت لها ماما فين هي الزربيه. بقاو كيدخلوا ويخرجوا في الهضره، قالت لها راه في بيت الخزين، قالت لها مالكم كتهضروا بهذه الطريقه انا راه غير سولتك. هنا بهار بعد ما سالت الخدمه ديالها غتبقى تمشى هي وايمن. هنا من بعد ما كلشي نعس يعني ينسون نعست وبهار باقا ما دخلتش، غادي يحاولوا يمشيو يحفروا باش هكا يدفنوا الجثه. وفي نفس الوقت غادي نشوفوا بهار اللي قالت لايمن صافي بلا ما توصلني حتى للدار ما بغيتش ماما تشوفك معايا، انا غنكمل طريقي بوحدي. قال لها ردي البال، قالت له واخا شكرا. وغنشوفوا نورهان هي والياس جالسين كيحفروا القبر. هنا ينسون سمعت الحفير، قالت شنو واقع، هي خايفه غير على الذهب ديالها، وغادي تنوض باش تشرب، وغتشوف الام ديالها والاب ديالها داخلين لبيت الخزين وغادي تتبعهم لانها خافت عليه يهزوا ليها الذهب ديالها، عارفه امها ديرها وتفوتها ليه. غادي تتبعهم. وفي نفس الوقت غادي نشوفوا نورهان هي والزوج ديالها كانوا هازين الجثه باش يخرجوا يدفنوها. دخلت عليهم يانسون وهم يرميو الزربيه تخلعوا. وهنا غادي تخلع حتى نورهان، قالت لها بنتي جايه ديري هنا، ولكن يانسون بقات مصدومه وكتشوف في الجثه، قالت لها ماما شنو واقع هادشي درتو. ونفس الوقت غادي نشوفوا بهار اللي جات للدار كتقلب عليهم ما كتلقى حتى شي واحد. هناك الام ديالها كترفقها كتقول لها شوفي يا يانسون غير سمعيني انا غنشرح لك كلشي بلا ما تشوهيني يا بنتي، بلا ما تغوتي يسمعنا شي حد راه نمشيو للحبس انا وباك وما عمرك تشوفينا ولا نشوفوا حنا الضو. قالت لها انا غادي نشرح لك كلشي. خرجتها من داك البيت الخزين بغات تشرح ليها، قالت لها غير دخلي تهدني من بعد غنشرح لك كلشي. وغادي يشوفوا من الشرجم بلي لو نهار كاينه. قالت لها عافاك بنتي لما حاولي تلفي بهار. عيطت على ايمن قالت لي شوف دابا تعيط على بهار اختي وقول لها بلي حياه او موت خصك تشوفها دابا. قال لها شرحي لي، قالت له من بعد نشرح لك. هذاك الشيء اللي غادي يدير ايمن عيط على بهار، قال لها انا راه بغيت نشوفك ضروري، قالت له ما يمكنش، قال لها لا حياه او موت خصك ضروري تجي. قالت له واخا انا غنشوف كيفاش ندير. غادي تساعدها الاخت ديالها يانسون باش هكا تخرج. من بعد غادي تقول الام ديالها صافي ماما يلا خرجي دابا راه بهار مشات. وغادي يخرجوا الجثه وغيدفنوها وغيتستروا على الجريمه. وغادي نشوفوا السيد محمود امير اللي كان جالس تيشوف في الشتا وكيفكر كيفاش غيلقى بنته. وفي نفس الوقت غادي نشوفوا نورهان هي ويانسون دخلوا وخلاو الاب يدفن الجثه بوحده لان ما بغاوش يعيقوا، بقاو كاملين على برا. ونفس الوقت نورهان كتجي واحد الخطه
قالت لها شوفي راه الاب ديال باهر غادي يجي، هو ما عارف سميتها وما عارف شكلها، غادي نبدلكم مع بعضياتكم، سيري تعيشي الرفاهيه. قالت لها لا ماما، واش هادشي اللي بقى ناقصك؟ بارك عليا غير الجوج اللي شفت اليوم، شنو باغا تزيدي مازال؟ قلت لها صافي ما بغيتيش تعيشي الرفاهيه، خليها هي تمشي تعيش في القصوره وتعيش في الطوموبيلات، وانتي بقاي تخدمي في الديور بحالك فحال امك طول حياتك، عمرك تهزي الراس. ملي سمعت هاد الهضره بقات كتفكر في الموضوع. قالت لها صافي ماما، انا موافقه نكون انا في بلاصه بهار. بهار ملي مشات عند ايمن قالت له شنو هو هذا الموضوع؟ قال لها بغيت نقول لك، لقيت واحد الخدمه بقى نوصل البيتزا بالبيكالا. قالت لي هذا هو الموضوع اللي جبتيني؟ قال لها ايوا راه هذا هو الموضوع الكبير اللي عندنا حنا بجوج، وبيني وبينك بغيت غير نشوفك. المهم غيبقاو يهضروا، غادي تنوض تخليه. غنشوفوا نورهان اللي باقا كتبكي وكتشكي على الجريمه اللي دارت، وفرحت لان البنت ديالها صافي وافقت على الخطه اللي غادي يديروا، غادي تاخذ بلاصه بهار وغادي دير راسها هي الابنه ديال محمود. الاب ديالها من بعد ما سال الدفين غيدخل وهو فاتك بزاف، وفي نفس الوقت غتدخل بهار. قالت له بابا مالك على هاد الحاله؟ قال لها بنتي كنت كنهرس الحطب. قالت له كنت سنيتيني حتى جيت وعاونتك. صافي هنايا بقات الزوجه ديالو كتخرج في عينيه على يحاول يهضر ولا يقول شي حاجه، لانه هو قدام بهار ضعيف بزاف، كيبغيها لدرجه كبيره. غنشوفوا يانيس اللي غادي يجي عند محمود امير، قال له بلي راني عرفت الدار فين كاينه بنتك ويلا نديك عندها. البارح من شتك كتحسر بقيتي فيا، ودابا انا درت هذه الخطوه وعرفت الدار فين كاينه. صافي قال له يلا نمشيو دابا. هنا غادي تكون نورهان جمعتهم وقالت لهم الحقيقه بان يانسون ماشي بنتها وداك الشيء. وغادي نشوفوا محمد امير غادي باش يجيب بنته، خرجت عنده الاخت ديالو، قالت له فين غادي يا خويا؟ قال لها غادي نمشي نجيب بنتي. صافي غادي تدخل عند امها كتجري، قالت لها ماما واش شتي هادشي اللي كيدير ولدك؟ شتك جالسه كتشربي القهوه. قالت لها شنو بغيتيني نوض نتبعو فحالك؟ ها انت شنو استفدتي؟ انا كنقسم بديك البنت ما غاديش تاخذ الكنيه ديالي، ولكن كلشي بالعقل ماشي بالطريقه اللي درتي نتيا. من بعد غادي نشوفوا محمود امير وصل للدار فين كاينه بنته، وغادي نشوفوا بلي الياس كان تيدير الحطب، وغيشوفوا غادي يتخلع، غيشوفوا غيطيح الحطب من يدو، غيقول له محمد امير، هو يقول له محمد امير واش انت كتعرفني؟ قال له اكيد كنعرفوك، كنا غنجيو عندك والساعه انت جيتي. صافي من بعد غادي يقول له دخل معايا للدار، غادي يدخل وغيلقى الزوجه ديالو كاسه كتصايب الدفايه وكتغوت كيف ما العاده ديالها، وشافت محمد امير هي تقول له محمد امير، هو يظن بلي كلشي كيعرفو. صافي قالت له تفضل مرحبا بك، المهم واش تشرب واش قهوه ولا شي حاجه؟ قال لها يانيس لا، هو راه باغي يشوف غير بنته. صافي غادي تغوت على بنته، قالت له طبيعه الحال انا نغوت لك عليها دابا. بقات تعيط ايسون ايسون. يانيس دخلوا العجب، قال كيفاش ايسون هو يعرف البنت ديال محمد امير هي بهار؟ صافي غادي تجي وغادي تمثل الدور ديالها، ونفس الوقت غادي تدخل الصدمه الكبيره، غادي تدخل بهار، وبهار كتشبه الام ديالها بزاف. مع الدخله قالت لي هذه هي الاخت ديال بنتك يانسون. قالت لها بنتي هذا السي محمود امير الاب ديال اختك يافسون. وهنا بقات عا كتشوف فيه وهو كيشوف فيها. هنا يانيس ما فهم حتى شي حاجه، خرج بغى عا يفهم، عارف بلي بهار هي بنت محمود. من بعد يانسون بقات جالسه مع محمود كيحاول يهضر معاها ويعتذر منها بانها ما كانش عارف هذا الشيء، وهي كتلعب عليه وكتضحك وكتمثل انها مقلقه منه. قالت له انا عندي غير اب واحد هو الياس، عافاك لما خرج بحالك. هنايا الياس غيكون جالس في المطبخ وغادي يشوف بنته بهار وغيبغي يعترف ليها، ولكن غتدخل نورهان وغتقول لها سيري جيبي لي الحطب من الحديقه، وغادي تربيه مزيان كيفاش يقدر يقول لها الحقيقه. ملي كانت غادا تجيب الحطب تلاقات بيانيس، هو يقول لها خصك يانسون راه غادي تمشي وتخليك بوحدك. قالت له انا باقي ما فكرتش في هذا الوضع، وهو غير كيحاول يفهم شنو واقع. من بعد غادي نشوفوا محمود امير غادي ينوض بحاله لان جرات عليه يانسون بنته. وهنايا نورهان شدت فمها قالت لها كيفاش قدرتي ديريها شوف باباك؟ قالت لها انا عندي اب واحد اللي هو الياس ماما، وغادي تخرج وغادي تخليهم مثل الدور كيف ما خصو يتلعب. هنا السيد محمد غادي يخرج، قال لها قولي لبنتي بلي انا غادي نطلب منها السماح وعندي المستحيل باش تسمح ليا وتغفر ليا، انا ما كنتش عارفه اصلا. وهنا غادي يمشي وبقات كتشوف فيه نورهان وبهار، وغادي نشوفوا يانسون باقا كتمثل ذات الريحه في عينيها زعما كتبكي، وصحابها هو اللي غادي يجي عندها، ولكن كانت غير اختها بهار، وهي تبعها الام ديالها جمعت معاها بواحد التصرفيقه. قالت لها كيفاش تقدري تجري على السيد بهذيك الطريقه؟ واش هو من بعد ما جا عندنا انت جريتي عليه؟ هنا غادي نشوفوا يانيس قال محمود واش حسيتي بها
انها بنتك؟ قال له بنتي، وما كاينش اللي فرق عليا، حسيت بها بنتي. صافي غادي نشوفوا هنايا. قالت لها ماما كان عليك غير تشهمي شويه، وكانت باها اختي واش تعنقوا وتمشي معاه. اكيد تقول له بابا هو يعني هو الياس، وانا درت غير داكشي اللي كانت غدير باها. عاد امها فهمت الموضوع، قالت لها اذا انت درتي هذاك الشيء غير بتتمثيل. هنا محمود غادي يوصل للدار، غادي تمشي تحلو بنت اختو. قالت له عم خالي فين هي بنتك؟ غيطلع قلقان البيت ديالو. والزوجه ديالو قالت ليانيس مالو؟ قالت له راه ما بغاش تجي معانا، قالت لي وعندها عزه النفس من الفوق. صافي غيطلع هو مقلق البيت ديالو، ما بغا يشوف حتى شي حد. طلع عنده الزوجه ديالو، قالت لي واش نقدر نعاونك شي حاجه؟ ما تقلقش. قال لها الحاجه الوحيده اللي تقدري تعاونيني فيها هي تخليني هاد الساعه غير بوحديتي. وهنا غادي تخرج وغيبقى غير بوحدو. غنشوفوها هازه همو بزاف، لدرجه انها غتقول الام ديالو انا راه ما نقدرش نشوفو مقلق، الا كانت السعاده ديالو هي بنتو تجي لهنا انا ما عنديش مشكل، خص هاد الشيء. هنا كيسالي هذا الملخص، كنتمنى يعجبكم.